معقولة يا وفاء هانم حضرتك متصلة بيا وجايباني لحد هنا ومعطلاني ومعطلة نفسك عشان الموضوع السخيف ده؟ اقعد يا استاذ عادل عشان نعرف نتفاهم بهدوء لو سمحت. يا وفاء هانم حضرتك لما كلمتيني على الموبايل وقلت لي عايزاني في موضوع فيري ايرجنت، انا تخيلت ان انت كعضوة مجلس شعب كبيرة اكيد عايزاني في خبطة اعلامية عايزة تخص بيها البرنامج بتاعي، وعشان كده انا جيت لبيت الدعوة. كنت فاهم ان الموضوع فعلا فيري ايرجنت. متهيالي يا استاذ عادل موضوعك انت وهبه والجنين اللي في بطنها موضوع فيري ايرجنت واهم من اي خبطه اعلاميه. يا وفاء هانم انا عمري ما كان في بيني وبين الانسه هبه اي علاقه خارج نطاق الشغل غير انها كانت مهندسه الديكور في البرنامج بتاعي، وده ردي على اي سؤال حضرتك عايز تساليني فيه. يا استاذ عادل يا استاذ عادل، انت مذيع ناجح والناس بتحبك واخده عنك صوره جميله وانا واحده منهم. ارجوك ما تشوهش الصوره الجميله اللي انا واخداها عنك دي. يا وفاء هانم انا قلت اللي عندي. عندك ايه يا اخي؟ عندك ايه ولا قلت ايه؟ انت لو عندك ذرة ضمير ما تعملش اللي انت عملته ده. انت عارف ابو هبه حصل له ايه؟ جات له ازمة قلبية واترمى في المستشفى، ويا دوبك لسه خارج النهارده الصبح من المستشفى. عارف الكلام اللي انت بتقوله ده هيعمل ايه في البنت؟ هينهي مستقبلها خالص. البنت اللي وثقت فيك وسلمت لك نفسها بحتة ورقة عرفي ملهاش اي قيمة. يا دكتوره انا عمري ما كان في بيني وبين بنت حضرتك اي علاقه خاصه. موضوع الجواز العرفي ده بقى واضح ان هي تهيسه من دماغها، غلطت مع اي حد من زملاتها وعايزه تدبسني في الموضوع ده. طب وهنروح بعيد ليه؟ هي لو فعلا معاها ورقه جواز عرفي وعليها امضتي تطلعها، وانا مستعد انفذ كل اللي تأمروا بيه. ما انت عارف ان انت سرقت الورقه وقطعتها كمان. اسرق منها ورقه ايه بس يا مدام؟ وانا اساسا لا اتجوزتها ولا كان في بيني وبينها اي علاقه. من فضلك يا استاذ عادل اقعد وخلينا نشوف حل يرضي ربنا للمصيبه اللي انتوا الاتنين عملتوها وبقت نتيجتها جنين. الجنين اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده يا وفاء هانم انا ما اعرفش عنه اي حاجه، ولو فضلنا نتكلم في الموضوع ده من هنا لاخر يوم في الدنيا انا ما عنديش كلام تاني اقوله. يا استاذ عادل انت كده بتضيع مستقبل اسره كامله بعد ما ضيعت مستقبل بنت استأمنتك وادتك نفسها. انت عارف ابو البنت دي اصله ايه؟ اصله صعيدي، يعني ممكن جدا تحصل جريمه قتل في الموضوع ده. انا ما بتهددش يا دكتوره، واللي عندي خلاص انا قلته، ويكون في علم حضرتك انا قريت فتحتي على بنت خالتي الاسبوع اللي فات، وان شاء الله خطوبتنا الشهر الجاي. طب وهبه واللي في بطنها؟ يا وفاء هانم الموضوع مش صعب ولا حاجه، والدكتوره تقول لك الطب دلوقتي اتقدم، هي عمليه صغيره والجنين ينزل وترجع بنت كمان لو عايزين، وكان الله بالسر عليه. ده اخر كلام فعلا عندك؟ ايوه. طب بقى انا بقولها لك كلمه، احنا لا هنعمل لبنتنا عمليه اجهاض ولا هنعمل لها عمليه غشاء بكاره، والمصيبه اللي انت عملتها برضاك او غصب عنك هتصلحها. طب كده انا مضطر استأذن، بس قبل ما امشي احب اقول لحضرتك حاجه. لو انطبقت السما على الارض انا لا هتجوزها ولا معترف بالجنين اللي في بطنها، واذا كنت حضرتك مسنوده بعلاقاتك كعضوه مجلس شعب حضرتك ما تنسيش انا ابقى مين وابن مين. سلام. سافل سافل سافل. عنده حق. ايه اللي يخليها يرتبط بانسانه منحله فرطت في شرفها في عرض ابوها واهلها، ضيعت مستقبلها بحته ورقه جواز عرفي لا الشرع ولا القانون بيعترفوا بيها؟ طب والحل ايه يا ايمن؟ حل ايه يا هاني؟ انا وانت مسؤولين على كل اللي حصل، نهار وليل مشغولين بين الجامعه والمستشفيات والعيادات، سايبين بنتنا الوحيده في شغلها في النادي مع اصحابها بدون رقابه. وانت ما فكرتيش تقعدي معاها مره واحده كأم توعيها تفهميها عن المصايب اللي حوالينا في الدنيا؟ يمكن ما كانش ده حصل لنا. وهي هبه صغيره، هبه متخرجه من الجامعه وبتشتغل وعارفه الصح من الغلط. الام هي الام يا هاني. ده صاحبتكم اللي في سنكم كانت هتقع وقعه سودا في الراجل بتاع السياحه ده. اهدى يا ايمن، اهدى عشان صحتك عشان خاطري. ارجوك يا دكتور ايمن ما تعملش في نفسك كده، انت لسه في فتره نقاهه والدكاتره منبهين عليك انك تبعد عن اي انفعال. اي انفعال؟ انا شايف ان الموت هو الحل الوحيد بالنسبه لي. بعد الشر عليك،
تقولش كده يا حبيبي، ده احنا من غيرك ولا حاجه. بعد الشر عليك يا دكتور ايمن. هو يا جماعه بدل ما نقعد نندب كده على اللي حصل، احنا لازم نفكر في حل. الحين يستاهل، الحين يستاهل. الست هبه قطع شرايين ايديها وانتحرت. ليه؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ليه؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر. ان شاء الله لو انت لا يا حبيبتي، حبيبتي يا حبيبتي. حرام عليك يا بنتي، ليه تعملي فينا وفي نفسك كده بس؟ ما استاهلش نعيش. الموت ارحم لي وارحم لكم. بعد الشر، بعد الشر عليك يا حبيبتي. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ما تقوليش كده. عايز اقول لك على حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. واللي انت عملتيه ده يا بنتي ومحاوله انتحارك قنوط من رحمه ربنا. وانت عارفه اللي بينتحر بيموت كافر. يعني كنت هتخسري دنيتك واخرتك يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجعل لنا مخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ان شاء الله. قبل اي كلام تنهاري وتعترفي حالا. اعترف بايه بقى بالظبط؟ لا 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 يا فوق، ده احنا عيال مدقدقه وجامده قوي 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 وبنفهمها كده وهي طايره. انهاري بقى واعترفي. ايه يا بنتي اعترفي؟ اعترف بايه؟ يعني على طول كده الايام دي بره، ولا بتروحي المجلس ولا بتروحي المكتب، شكلك كده مهموم وحزين وبتفكري. شكلك كده يا فوقه كبرتي وبتحبي. بحب مره واحده كده. اما المرتين قولي لي بجد يا مامي مالك في ايه؟ مشغوله قوي ومهمومه بحكايه تعب الدكتور ايمن جوز طنط عبله. انت عارفه دي صديقه عمري ولازم اقف جنبها في محنتها. وبعدين هو تعبان بجد، ده ازمه قلبيه وفي العنايه المركزه، وقلقانه كمان جدا على طنط عبله نفسها. ان شاء الله انكر الدكتور ايمن يقوم بالسلامه وطنط عبله تطمن عليه وتفوقي بقى لشغلك بقى يا فوقه. بقول لك ايه لامي، احنا مش اصحاب واصحاب انتيم كمان؟ ده احنا اصحاب انتيم وحبايب وكل حاجه حلوه. طيب انا بس في مشكله حصلت لواحده، بنت واحده بتشتغل عندنا في المجموعه. المشكله دي انا عايزه احكيها لك عشان عايزاها تبقى عبره ليكي وما تقعيش فيها طول عمرك. مشكله ايه دي يا ماما؟ خير؟ البنت دي حبت الولد ده لعب بدماغها وقعد يزن عليها انها تتجوزه عرفي. سوري يا ماما، يعني دي بنت ساذجه جدا وعبيطه. ايه يا مامي مالك؟ استرحتي ليه؟ كملي، ايه اللي حصل لها؟ اللي حصل ان البنت دلوقتي حامل، والولد لما عرف حكايه الحمل دي قطع الورق العرفي اللي معاها ده، طبعا بعد ما سرقها منها، ودلوقتي مش عايز يعترف حتى بالجنين اللي في بطنها. ده ندل، وهي مستهتره جدا انها عملت كده في نفسها وتستاهل اللي يجرى لها واكتر كمان. وعلى فكره موضوع الجواز العرفي ده منتشر جدا عندنا في الجامعه وبين طلبه وطالبات معظم الجامعات وكمان بين الشباب في النادي. وانا شخصيا مهتمه بالموضوع ده جدا وعملت له بحث في السمستر اللي فات. من كتر قرايتي في كتب الفقه والقانون وصلت الادله قانونيه شرعيه بتقولك ايه بقى يا ستي؟ ان الجواز العرفي ده لا يمت بصله بالجواز اللي ربنا حط اسسه وقواعده، وانه كمان مخالف للشرع والقانون. ايه يا فوقه مالك؟ بتروحي مني فين؟ المهم البنت ايه اللي حصل لها؟ ولا حاجه،
لسه محتاسين هي واهلها، مش عارفين يعملوا ايه. وربنا يستر عليهم وعلينا. يا رب. عارفه يا مامي البحث بتاعي ده انا سميته ايه؟ ايه؟ جريمه اسمها الزواج العرفي. انت تهتي مني تاني يا سميحه. سميحه مين يا مجنونه انت؟ سميحه وصلاح الوساده الخاليه. ما تهتش منك ولا حاجه يا ستي. اخر حاجه قلتيها ان الجواز العرفي جريمه، وهو فعلا جريمه. جريمه في حق اللي بتعمله، في حق اهلها، وفي حق شرع الله. قشطة عليك يا فوق انت يا جميل. بس انا فرحانه بيكي قوي ومطمنه عليكي. ربنا يحميكي يا حبيبتي. يلا بقى يلا قومي، انا اتاخرت عايزه البس، لازم اروح المجلس وبعدين اروح اطمن على طنط كعبل. يلا بقى يلا. بتكروتيني دايما كده. مساء الخير يا سيادة النايبة. اهلا محمود بيه. احنا مش متعودين على غيابك كده عن الجلسات، قلقتينا عليكي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت طبعا جاية النهارده عشان تنضمي لأعضاء المعارضة والمستقلين لإسقاط عضويتي. مش عضويتك انت بس يا محمود بيه، انت وكل اللي محكمه النقض حكمت ببطلان نتائج انتخابهم. يا سيادة النايبة خليني أفكرك بحاجة، إن تلتين المجلس هنا هما من حزب الأغلبية، ودول أكيد هيصوتوا معايا ومع اللي معايا. يعني محاولة إسقاط عضويتي وعضويتهم مش هتجيب نتيجة إطلاقا. عموما انا جايه النهارده وعارفه نتيجه التصويت مقدمه، بس اهو موقف نسجله للتاريخ وقدام الراي العام. وفاء هانم، تسمحي لي أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة؟ اتفضل يا محمود بيه. أنت ليه واخدة موقف مني؟ المتوقع طبعا اني اقول لك مش واخده موقف ولا حاجه، بس الحقيقه اني واخده موقف ضدك وضد كل اللي بينهبوا مال وقوت الشعب، وضد الفساد خصوصا اللي بتحوم حواليهم شبهات فساد سياسي، وضد اللي بيشتغل سياسه لحساب مصالحهم الشخصيه، وضد اللي بيوصل للمجلس بتزويل اراده الشعب. وفاء هانم، انت كلامك كبير قوي وجارح قوي، بس انا كمان ممكن اقول لك كلام كبير ويجرح اكتر. لكن اكراما لابنك وبنتك اللي هم من اعز اصدقاء ولادي، انا هقول لك على حاجه واحده بس. خلي الحاقدين يقولوا كل اللي عايزين يقولوه، والقافله هتسير. عن اذنك. والله العظيم ماما دي مشكلة، خصوصا بقى لما بتحط حد في دماغها. وبتضحك كمان يا سي احمد. يعني عاجبك شكلها كده وهي مبهدله بابي في التلفزيون وفي الجرايد وفي المجلس؟ والله يا شوشة انا ما عارف اقول لك ايه، شكلنا كده مش هنعرف نفصل القوات. هي ماما كده طول عمرها ما بتحبش الحل المايل. كده يا سي احمد؟ انت كمان؟ يعني بابي حلو مايل مش كده؟ لا يا حبيبتي والله انا مش قصدي، انا قصدي بس ان ماما لما بتكون مقتنعة بقضية محدش في الدنيا بيقدر يقنعها غير باللي هي مقتنعة بيه. وبعدين يعني مصاحف المعارضة مقطعة باباكي طول النهار بجملة بقى الهجوم بتاع ماما. طب ما احنا يعني بجد لازم نفض الاشتباكات العنيفه اللي بينهم دي، لازم ننهي حاله العداوه دي عشان على الاقل يعني لما اجي اكلم بابي وحضرتك تكلم مامتك في موضوعنا يا سي احمد. عارفه بقى ان سي احمد دي طالعه من بقك تجنن. وبعدين انا عايزك بعد كده بعد الجواز على طول سي احمد دي على الفاضي وعلى المليان. سي احمد راح، سي احمد جه، حاضر يا سي احمد. على فكره بقى مش وقت هزار خالص. تقدر تقولي هنعمل ايه في موضوعنا وبابي ومامتك قافشين من بعد القفشه الفظيعه دي؟ انا اللي اعرفه ان انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. وعارفه بقى لو ابوكي وامي اللي كل واحد فيهم ركب دبابه وحاربوا بعض برضه هتجوزك. وانا كمان بحبك قوي ما اقدرش اعيش من غيرك، بس انا برضو متاكده ان بابي مش هيوافق ومامتك مش هتوافق. عارفه بقى انا اول ما هقول لماما انا عايز اتجوز شوشه بنت محمود بيه عزت باكبر فازه في البيت وعلى دماغي على طول. يا سلام، ما هو انا كمان بابي شور مش هيوافق. بقول لك ايه بقى، انا عندي بريك من الشغل وجاي شويه عشان اشوفك واخد جرعه رومانسيه. هنقضيها بقى كلام في الموضوع الغامق ده. لا بقى وغامق ليه؟ بنقضيها بامبي 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 بامبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. هبة بنت الدكتور عبلة والدكتور أيمن
اللي متربيه احسن تربيه تعمل العمله المهببه دي؟ تصور يا عمو، انا طبعا مش المفروض اخرج سرهم اللي استأمنوني عليه، بس انا بصراحه قلت لك لاني مش عارفه اساعدهم، مش عارفه اقول لهم ايه. عايزاك تدلني يعملوا ايه. انت ليه بتقولي كده؟ انت لولا ثقتك فيا ثقه عمياء ما كنتيش قلتي لي. طبعا يا عمو، ده طول عمرك كاتم اسرار بابا الله يرحمه، وكاتم اسراري من بعده. ده ما فيش حد في الدنيا عارف جوازتي المهببه من كامل فهمي غير حضرتك طبعا. احنا مش اتفقنا بقى ننسى الموضوع ده خالص ونمحيه من الذاكره؟ اتفقنا، واتنسى، اتمحى من الذاكره خالص. الحمد لله. نتكلم بقى في موضوع البنت الغلبانه اللي اسمها هبه دي. دلوقتي ما قدامناش غير حل من 3 حلول. ايه هما ال3 حلول دول؟ الولد اللي اسمه عادل رمزي ده غير انه مذيع مشهور، فابوه كمان صحفي كبير في البلد وله تقديره. والدته كمان اعلاميه كبيره مميزه. ما دام فشلتوا مع الولد ده لازم امه وابوه ياخدوا خبر، يمكن يكون ليهم موقف تاني غير موقف. والله انا فكرت في كده برضو، بس انا خفت يبقى موقفهم مشابه لموقف ابنه. في الحالة دي بقى يبقى ما قدامناش غير حل من 2، والحلين حالين في منتهى الخطورة والقسوة. أولهم إجراء عملية إجهاض. ايوه بس العمليه دي اعتقد انها حرام، وبعدين كمان خطر على البنت. يعني بالنسبة للحرمانية احنا قبل إجراء العملية هنبعت ناخد رأي رجال الدين في الأزهر، وغالبا يعني هيفتوا بجواز إجراء العملية، وخصوصا إن الحمل في أشهره الأولى. أما بقى بالنسبة لخطورة العملية فهي أهون بكتير من خطورة الحل الثالث، اللي هو ايه بقى؟ إننا نلجأ للقانون، وفي الآخر وغالبا بيتحكم بثبوت النسب للأب. ده احنا كده نبقى بنقضي على مستقبل البنت. ابوها راجل جذوره سعوديه، مش هيستحمل فضيحه زي دي. حضرتك عارف القنوات الفضائيه والصحافه ما هيصدقوا موضوع زي ده. أنا متهيألي ما نسبقش الأحداث ونلجأ للحل الأولاني. معاك حق، لازم نقابل مامته وباباه في اسرع وقت. انا ممكن اطلب منكم انتوا الاتنين طلب؟ تحت امرك يا وفاء هانم. تنسوا موضوع هبه دلوقتي خالص، وترجعوا لحياتكم الطبيعيه ولشغلكم، وتفتحوا عياداتكم وتسيبوا لي انا الموضوع ده. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ نرجع لحياتنا الطبيعيه وعياداتنا؟ ازاي والمصيبه عماله تكبر قدامنا كل يوم؟ والولد زي ما شفت طلع ندل، مفيش امل منه. انا شايفه ان احنا نشوف لها دكتور يعمل لها عمليه اجهاض. بطنها كل يوم بتكبر وفضحتنا هتكبر. اجهاض ايه بس يا عبله؟ انت عارفه خطوره العمليه دي ومضاعفاتها. معاكي حق، حتى لو خرجت من العمليه سليمه احتمال اصابتها بالعقم كبيره جدا. طب والحل ايه؟ الحل ان لازم بكل الوسائل اللي اسمه عادل رمزي ده يصلح غلطته. لازم يتجوز البنت رسمي ويعترف بأبوته للي في بطنها. انا بعد اللي شفته وسمعته لما رحنا قابلناه حاسه ان احنا لو اتعلقنا بامل من الولد ده يبقى بنتعلق بسراب. لا يا عبل، لسه في امل. لو الولد طلع ندل، امه وابوه اكيد لما يعرفوا الحكايه دي مش هيرضيهم موقف ابنهم. ده الاب صحفي مشهور والام اعلاميه معروفه، واكيد ليهم راي تاني في الموضوع ده. قسما عظما الولد ده لو ما صلح غلطته لكون قتله قدام ابوه وامه.
انت بتقول ايه يا ايمن؟ هندوي جرح بمصيبه. بعدين ما تنساش يا دكتور ايمن، انا اسفه الكلام اللي انا هقوله طبعا، دي جريمه مشتركه. يعني صحيح الولد غلطان، بس غلطه هبه فيها اكبر. معاك حق، غلطة بنتنا أكبر من غلطته. عموما احنا مش هنقعد نعيد ونزيد في مين فيهم اللي غلطان اكتر. احنا دلوقتي قدامنا مشكله ولازم ليها حل. انا ممكن اتصرف، اجيب نمره تليفون مامته او باباه واتفق معاهم نقابلهم، ومتهيألي لما يعرفوا الحقيقه كلها لازم هيبقى لهم موقف تاني غير موقف ابنهم. أنا مستعد أبوس رجليهم هما الاتنين، وأبوس رجل ابنهم كمان، بس يتجوزها شهرين ويطلقها، إن شاء الله يحرقها بجاز بعد كده. كلام ايه اللي جايين تقولوه يا وفاءان؟ اللي حضرتك سمعتيه يا سهام هاني. والله انا ابني متربي احسن تربيه ومتعلم في احسن مدارس ومذيع مشهور وليه اسمه وسمعته، استحاله يعمل حاجه زي دي. والدكتور ايمن استاذ في كليه الطب، وانا استاذه ورئيسه قسم في كليه الطب، يعني لنا اسمائنا الكبيره قوي، وبنتنا متعلمه في احسن مدارس. بس للاسف اللي حصل يا هانم، احنا مش جايين نتبلى عليكم ولا جايين نتبلى على ابنكم. وفاء هانم، لما حضرتك كلمتيني في التليفون وطلبتي تزوريني انا رحبت بيكي، لانك شخصيه عامه وليكي احترامك ووزنك، لكن لو كنت اعرف ان الموضوع كده ما كنتش وافقت على المقابله دي خالص. احنا طبعا متشكرين على كرم حضرتك، وانا الحقيقه سعيده جدا اني بتعرف عليكي وعلى الاستاذ رمزي اللي بهتم بكل مقالاته. متشكر يا وفاء هانم، بس الحقيقه انا مش عارف انتوا بتتكلموا في ايه. يعني عادل ابني اتجوز عرفي من ورايا، واللي المفروض انها مراته حامل، دي مصيبه بكل المقاييس. امال احنا بنقول ايه يا استاذ رمزي؟ احنا في كرب من ساعه ما سمعنا المصيبه دي. ابني استحاله يتورط في مصيبه زي دي. اهدي بس يا سهام لما نفهم ايه الموضوع. نفهم ايه بس يا رمزي؟ انت مش شايفهم جايين يدبسوا الولد في جوازه وجنين وكلام فارغ؟ للاسف هو ده اللي حصل فعلا يا هاني. وفاء هانم، حضرتك قلت انت والدكتوره انكم قابلتوا عادل ابني وكلمتوه، يا ترى كان رايه ايه؟ انكر اي علاقه بينه وبين هبه، وقال ان العلاقه بينهم لا تتعدى نطاق العمل. اكيد ده اللي حصل، لان انا ابني عمره ما يكذب. يا سهام استني ارجوكي، خلينا نفهم. نفهم ايه بس؟ انت مش شايف انهم جايين يدبسوا الولد في جوازه مهببه زي دي؟ بيتهيألي يعني مفيش داعي حضرتك تجرحي الدكتور ايمن والدكتوره عبله اكتر ما هما مجروحين. وما ينفعش كمان من غير اي مناسبه ولا اي ذنب جنيناه نلاقي ابننا متدبس في جوازه زي دي، وهو اصلا قاري فتحته على بنت خالته وخطوبته الشهر الجاي. طب وبنتنا والبيبي اللي في بطنها؟ بيتهيألي يعني مفيش داعي حضرتك تجرحي الدكتور ايمن والدكتوره عبله اكتر ما هما مجروحين. وما ينفعش كمان من غير اي مناسبه ولا اي ذنب جنيناه نلاقي ابننا متدبس في جوازه زي دي، وهو اصلا قاري فتحته على بنت خالته وخطوبته الشهر الجاي. طب وبنتنا والبيبي اللي في بطنها؟ ابني ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. دوروا بقى ورا بنتكم وشوفوا كانت على علاقه بمين. يا سهام هانم، بنتنا ما كانتش على علاقه باي حد غير ابنكم، وكانت متجوزاه عرفي. خلاص هات ورقه الجواز العرفي اللي عليها امضه ابني وساعتها نبقى نتكلم. يا هانم انا قلت لحضرتك انه سرقها وقطعها. لا يا هانم، ده كتير قوي. يعني ايه ابني يسرق؟ سهام هانم، رمزي بيه، انا عارف ان بنتي غلطت وغلطها اكبر بكتير من غلط ابنكم، لكن ارجوكم عشان الفضيحه ما تكبرش، مستقبل البنت وسمعتنا اللي هتبقى في الواحد. انا مستعد ابوس رجليكم، بس الولد دستورها
يتجوزها شهر ولا 2 وبعدين يطلقها. استغفر الله يا دكتور ايمن، انا مقدر ظروف حضرتك، بس ارجوك ادينا فرصه اسبوع عقبال ما ابني يرجع من السفر ونتكلم معاه انا ومامته نعرف الحقيقه، واذا كان كلامكم حقيقي هيبقى لنا كلام تاني. هو الاستاذ عادل مسافر؟ ايوه مسافر لمده اسبوع في مهمه تبع البرنامج بتاعه، وطبعا موضوع زي كده ما ينفعش اتكلم فيه في التليفون انا ومامته معاه، يعني الموضوع عايز اخدان ومديه وكده يعني. ولا اخدان ولا مديه، ولا تنتظروا مننا اي حاجه، لان انا واثقه ان ابني بريء وما عملش اي حاجه من دي. يا هانم ارجوكي تقدري موقفهم وتعتبري هبه زي بنتك. بنتي؟ انا لو عندي بنتي زي دي وعملت العمله المهببه دي كنت دبحتها تحت رجليا، ولولا وجودك يا وفاء هانم كانت المقابله دي انتهت من اول ما ابتدى الكلام. يا سهام ارجوك كفايه احراج بقى. وفاء هانم زي ما قلت للدكتور ايمن، هو اسبوع ويرجع عادل من السفر واقعد معاه انا ومامته ونعرف منه الحقيقه، وانا اللي هتصل بحضرتك. علشان خاطري لازم تاكلي عشان تخفي وتبقي كويسه. ماليش نفس. بابا وماما بيحبوكي قوي، عشان خاطري وعشان خاطرهم ما تعمليش في نفسك كده. علشان خاطرهم كان لازم تطلبوني اموت. ليه بس كده؟ علشان هما ما يستاهلوش اللي انا عملته فيهم. كل الناس بتغلط. غلط عن غلط يفرق، وانا عملت اكبر غلطه ممكن بنت تعملها في حق نفسها وفي حق اهلها. طب ايه رايك بقى ان انا عندي احساس ان انت وعادل هترجعوا لبعض وهتتجوزوا بجد؟ الله يبارك، سيبيني لوحدي. حاضر. اطمني يا عبلة، كل شيء هيتم زي ما احنا عايزين باذن الله. ما يتهيأليش يا وفاء، كلام مامته ما يطمنش خالص. ان شاء الله ربنا هيقدم اللي فيه الخير. انا شايف ان والده راجل محترم، ولو قعد مع ابنه وابنه صرحوا بالحقيقه ممكن يبقى في حل ان شاء الله. انا كمان رايي من رايك، وكده او كده احنا مفيش قدامنا حل غير اننا نستنى الاسبوع ده لحد ابنهم ما يرجعوا يتكلموا معاه. يا رب يا رب استر، يا رب يا رب استر. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن اعرف بقى موقفك المايع مع الناس اللي جايين يرموا بلاهم علينا وعلى ابننا كان على اي اساس؟ سهام، انا بعد الناس دول ما خرجوا وضغط عالي عليا واخد حبايه ضغط، ارجوكي اعملي معروف، انا مش مستحمل خناقاتك. ما هو انا لازم افهم على اي اساس اديتهم امل وحددت ميعاد الاسبوع الجاي عشان نقعد معاهم ونتكلم. هيكون على اساس ايه يعني؟ على اساس لما عادل يرجع من السفر ونقعد معاه ونقرره ونعرف منه الحقيقه. نقرره ايه وحقيقه ايه؟ عادل ابني وضعه وضعنا استحاله يخلوه يفكر مجرد تفكير ان يعمل العمله دي. البنت اكيد حد تاني ضحك عليها، وانت ما كانش مفروض تديهم امل. امل ايه بس يا سهام اللي اديته لهم؟ ناس في محنه وربنا سبحانه وتعالى يلطف بيهم. وبعدين انا كل اللي قلته لهم ان نستنى لما يجي عادل ونقعد معاه ونعرف منه الحقيقه. تاني يا رمزي تاني؟ ابنك مش ملاك يا سهام، ابنك شاب وليه مغامراته العاطفيه وانت تعرفي ده كويس قوي. وبعدين احتمال كبير قوي ان كلامهم وكلام بنتهم يكون صحيح. لا مستحيل، انت كده هتفور دمي، هتجنني. قال كلامهم صحيح قال. احتمال وارد يا سهام. طب يكون في علمك بقى
بعد ما خرجوا انا ما قدرتش اصبر، وكلمت عادل في التليفون وحكيت له على كل اللي حصل، وانكر ان ليه علاقه بالبنت دي، وان البنت دي ماشيه مش كويس وليها علاقات كتيره بناس كتير، وياما حاولت تعمل علاقه معاه، لكن هو كان بيرفض وانه بريء براءه تامه. كلام في التليفون في مواضيع زي دي ما ينفعش. انا عايز ابني يجي يقعد قدامي وعينيا في عينيه وافهم من ملامحه كل حاجه قبل ما ينطق بكلمه واحده. انت لسه شاكك في ابنك يا رمزي؟ ما هي البنت مش بنت شوارع يا سهام، وزي ما شفت انها بنت ناس كويسين، ومش معقول تتبلى على ابنك في حاجه جامده زي كده من باب الطاق. حتى لو كلامها صحيح يبقى هي اللي فضلت تدحلب عليه وورطته معاها في الورطه دي. ما تسبقيش الاحداث يا سهام، الولد يرجع من السفر ونعرف منه الحقيقه كلها. رمزي ما تنساش ان عادل قاري فتحته على بنت خالته، وخطوبتهم اول الشهر الجاي، ودي البنت الوحيده لجوز اختي اللي ثروته معديه 700 800 مليون جنيه، ومش هيتجوز غيرها لو اتطبقت السما على الارض. دي اعراض ناس يا سهام، اعراض ناس، ولو كان كلامهم صحيح يبقى ما فيش حل قدام ابنك الا انه يتجوز البنت جواز رسمي ويعترف بالجنين اللي في بطنها. انت بتقول ايه يا رمزي؟ عايز ترمي ابنك الوحيد الرميه المهببه دي وتجوزه واحده منحله سلمته نفسها وحامل منه بحته ورقه عرفي؟ يا سهام حرام عليكي، قلت لك دي اعراض ناس. اعراض ناس ما حافظوش عليها. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ انا عادل اكد لي في التليفون انه ملوش علاقه بالبنت دي خالص. ربنا يستر ويكون صادق فعلا. أيمن، مش كفاية تفكير بقى وتقوم تنام؟ هو النوم هيجي منين؟ والتفكير هيروح ازاي بس يا هبلة؟ وانا مخي شغال 24 ساعة. بنتي ذبحتني، قتلت الفرحة اللي في حياتنا. كنت بتمنى اليوم اللي اتقدم لها فيه واحد ابن حلال يكون بيحبها وبتحبه، حط ايدي في ايده ونقرا الفاتحة. يوم الخطوبة نبقى في وسط أهالينا وحبايبنا وأصحابنا، وبعد ما يلبسها الشبكة أخدها في حضني وأبوسها وأبقى طاير من الفرح. أجهزها أحلى جهاز، نفرش شقتها ويوم الفرح وهي لابسة فستانها الأبيض وحاطة إيدها في دراعي وأنا بسلمها لعريسها، بقول له بنتي أمانة في رقبتك.
استنى لما يجي لنا خبر انها حامل، انا وانت نبقى طايرين من الفرح. مبقاش جوانا غير الهم والخوف من الفضيحه اللي عماله تشيل وتهبط فينا. كفايه كفايه يا ايمن، ارجوك كفايه. كفايه ولا ايه؟ مش كفايه ان احنا قاعدين على اعصابنا مستنيين الباشا لما يرجع من السفر ويتشاور هو واهله ويقرروا يقولوا لنا نعم ولا لا، واذا قال نعم هيتجوزها 2 3 شهور ويطلقها. ده فرح ولا فرح لا اي حاجه. افرض صمم على موقفه هو ابنه، هنعمل ايه؟ ساعتها يبقى الموت نعمه. بعد الشر، بعد الشر عليك يا ايمن. هو في شر اكتر من اللي احنا فيه؟ عارف خالد، بعد ما هي رفضت تتجوزه، الدكتور علي ابو سعود رئيس الجامعه لمح لي يعني ان هو عايزها وائل، دكتور متخرج من طب اوكسفورد، اصغر مدرس مساعد عندنا في الجامعه، ادب واخلاق قد الدنيا كلها. واخت عنايات ياما لمحت لي عشان تاخدها لابنها الباشمهندس اللي الهانم قالت ده زي اخويا. ما عادتش نافعه لا ليه ولا لده ولا لده ولا حتى لصبي زبال. مبقاش في غير الفضيحه اللي هتضيعنا وتضيعها وتضيع مستقبلها. Talk to me بوب. خير؟ للأسف مش خير خالص يا باشا. ازاي واحنا مقدمين اعلى سعر؟ يا باشا ما انت عارف المرة دي في مناقصة وفتح مظاريف، ولما اتفتحت المظاريف رست الحكاية كلها على شركة غيرنا خدت المناقصة وخدت الأرض لأنهم مقدمين سعر أعلى مننا بكتير جدا. يوه، شوف الشركة اللي فازت نديهم فرق سعر ويسيبوا لنا الأرض. مش هينفع يا سعادة الباشا لأن الشركة اللي رست عليها الأرض عايزة تعمل قرية سياحية جامدة جدا. خلاص بوب، ابدأ اتصالاتك، ممكن نشاركهم. لا ما بيشاركوش حد، ولو بيشاركوا انت الوحيد يا باشا، لا مؤاخذه يعني مش هيشاركوك. لا ما تقوليش ان زي المناقصه اللي فاتت الشركه اللي فازت مجموعه شركات المصري برضو. بالظبط كده يا باشا، هو كده. لا كده كتير، كده الموضوع فيه إن دول مستقصديننا ولا ايه؟ دي 3 مناقصه يخشوا قدامنا فيها ويلعبوها مننا. ان ايه بس يا باشا، ولا ان ولا حاجه، ده بيزنس واللي تكسبه العبه. وبعدين لازم نعترف يا سعاده الباشا هم اتقل مننا في السوق. الارض دي طالعه من عينيا، عايز اعمل قريه سياحيه ما حصلتش. خلاص يا باشا، خيرها في غيرها بقى. بقول لك يا سعاده الباشا، كان في موضوع كده كنت انا عاوز اكلم سيادتك فيه. خير باب، وات؟ بنتي مهتاب خريجه سياحه وفنادق انجليش، وعايزه تشتغل يا باشا، وقاعده تزن عليا عاوز اشتغل وفاكراني يعني يا ما هنا يا ما هناك. وات شغل اللي بتكلمني فيه يا باب؟ الله، انت عارف الظروف المهببه اللي السياحه بتمر بيها دلوقتي، معنا مكنسلين تلت العماله في القرى السياحيه والشركه. يا باشا انا كنت في شرم وقابلت المدير العام، وبعدين قال لي الراجل بتاع العلاقات العامه راح يشتغل في قريه تانية، يعني المكان فاضي وده تخصصها يا باشا. اوكي بابا، وديها مكان مسؤول العلاقات العامه، واديها نفس المرتب كمان. يا باشا يا مغرقنا في غيرك قوي يا باشا. ثانك يو باب. قول لي اخبار منصور الجبالي والشغل اللي عنده ايه؟ كله تمام يا سعاده الباشا. انا كنت عنده امبارح بالليل وبلغني وقال لي ان الحته هتكون في باريس بعد اسبوع. اوكي، على البركه. عايزك تركز انت ومهندس العطاءات والمدير المالي في المناقصه اللي جايه، عشان ما ترجعليش وقفاك معمر عيش وتقول لي ان وفاء المصري اللي هفتها مننا دي كمان. نو، كله تحت السيطره يا باشا. استحاله.
مش ممكن والدتك توافق على حاجه زي دي. طب ممكن بس ندخل لها انا وحضرتك ونحاول نقنعها؟ انا اكتر واحد عارفها كويس، مش ممكن هتوافق. معلش، حضرتك من ناحيه وانا من ناحيه ويمكن تقتنع. يلا يا جدو، يلا حبيبي يلا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا احمد؟ انت اتجننت عشان تطلب مني طلب زي ده؟ يا ماما ما فيهاش حاجه يعني، الارض رست علينا المناقصه بتاعتها النهارده، وكل اللي احنا طالبينه 15000 متر لازقين في حته الارض بتاعتنا عشان الارض تتربع، والتصميمات اللي احنا عاملينها لها تبقى سهله في التنفيذ. وبعدين يا مستر احمد؟ ولا حاجه، كل المطلوب من حضرتك انك في اقرب جلسه هيبقى موجود فيها وزير السياحه تسلمي عليه وتسلمي له الطلب يأشر عليه. ببساطه كده. وانت ايه رايك يا دكتور شهدي؟ والله انا شايف ان مساحه الارض صغيره، يعني طلب بسيط يعني مفيهوش حاجه. معالي الوزير انا متاكد انه هيمضي لك الطلب على طول. ولما وزير السياحه بعد كده يبقى عنده انحرافات او مخالفات في وزارته او في ادائه المهام منصبه، انا بقى كعضوه في المجلس اللي المفروض بيراقب اداء الحكومه هيبقى لي وش ساعتها ان اقدر اقدم ضده طلب احاطه او استجواب او مساءله؟ يعني حضرتك ما تاخديش الامور بالحساسيه ديت عشان الدنيا تمشي من حوالينا برضه. يا احمد بيه، الناس اللي انتخبوني ادوني اصواتهم وخلوني نائبه عنهم في مجلس الشعب عشان اشوف مصالحهم والبي طلباتهم، مش عشان استغل موقعي في مصالح شخصيه. مش انا اللي اعمل كده. ومن فضلك اعمل حسابك ان تصميماتك تبقى على اساس الارض اللي اتخصصت لنا في المناقصه وبس. صدقتني لما قلت لك انها مش هتوافق وهتدينا كلمتين في جنابنا كمان؟ صدقتني؟ لا يا دكتور، الكلمتين اللي عايزه اديهم لمستر احمد في جنابه لسه ما سمعهمش. خير حضرتك في ايه؟ حكايه القرار اللي سيادتك مطلعه بتسريح 25% من العماله ده يا مستر احمد، وازاي حضرتك توافق على قرار زي ده يا دكتور شهدي؟ انا اسف، القرار ده ما اتعرضش عليا نهائي. القرار ده بيتناسب حضرتك علميا ومنطقيا جدا مع ازمه السياحه اللي احنا بنمر بيها، واحنا عندنا عماله اوفر جدا في الفنادق والقرى، و25% لما نسرحهم مش هيأثروا كتير على اداء العمل. وال25% دول اللي حضرتك ضميرك سمح لك وخدت قرار بتسريحهم او بمعنى اصح رفضهم، ذنبهم ايه تقطع عيشهم ويلاقوا نفسهم في الشارع من غير مصدر رزق؟ البيزنس واداره المنشآت السياحيه ليها اصول، وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا عندنا عماله فوق ال 200%، ومع ذلك المنشآت السياحيه بتاعتنا بتحقق ارباح سنويه عاليه، ولو سرحنا 25% هنحقق ارباح اكتر. ما تنساش يا مستر احمد ان معظم اللي بيشتغلوا في منشآتنا السياحيه شباب كده زيك من جيلك، بس ما ورثوش زي ما انت ورثت ملايين ومجموعه شركات ومنشآت سياحيه. دول حفيوا لغايه لما لقوا شغلانه يعملوا منها مستقبل، وفي منهم كتير ابهات عندهم اولاد وفاتحين بيوت. ارجوك يا احمد تعاهدني سواء كنت عايشه او ميته، اوعى في حياتك ترفض موظف او عامل الا اذا كان عمل مخالفه جسيمه يستحق فعلا عليها الرفض. خلاص اللي تشوفيه حضرتك. طب بقول مش نتكلم بقى في موضوع انتخابات غرفه السياحه؟ انتخابات بعد بكره، يعني لازم نركز فيها النهارده وبكره وبعد بكره. والله ما انا عارفه ايه لازمتها بس انتخابات الغرفه دي الاخرى. ازاي بس يا استاذه؟ والدك الله يرحمه كان رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه 15 سنه، فلازم انت بقى تستردي مكانه. وبعدين انت دلوقتي عضو في مجلس الشعب وليك كلمتك وسمعتك زي الالماس، انت احق بني ادم بالمنصب ده. ومن ناحيه الدعايه بقى ما تخافوش من اي حاجه، انا شخصيا محزم ومظبط ومربط كل حاجه. ولا ايه رايك يا احمد؟ لا طالما حضرتك مظبط ومحزم ومربط يبقى 100 100. بارك فيك بقى، مش هنصيب واحد. نبارك اخر النهار ان شاء الله يا وفاء. ميرسي جدا. ان شاء الله ناجحه باكتساحها يا وفاء هانم. بارك فيكم بقى. بصراحه انت مكسب كبير للاتحاد يا وفاء يعني. متشكره جدا، وان شاء الله ربنا يقدرني ده اذا نجحت يعني واكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله. منصور بيه بقى وفاء هانم من الاتحاد ده اكيد ان شاء الله يا شفيق. التوفيق ان شاء الله يا وفاء هانم. شكرا. انا اول ما عرفت انك نازله انتخابات رئاسه الاتحاد قلت اي ماست انزل مخصوص عشان انتخبك. بالنسبه لي وجودك وصوتك ملهمش اي اهميه عندي،
عن اذنك. سكه وطريق بس عشان النفس. اتفضلي. سكه وطريق. جود لاك وفاء هانم. ايه الاخبار يا مامي؟ عملتوا ايه؟ يعني مش ولا بد. ويا حبيبتي مش لازم يعني كل انتخابات ادخلها لازم اكسبها. معلش بقى ما تزعليش يا سعاده السفيره، اصله الحقيقه اتضح ان احنا كنا ماسكين الهوا بايدينا. معلش بقى، خيرها في غيرها. يا خساره، كان نفسي يا مامي تنجحي وتبقي رئيسه الاتحاد المصري للغرف السياحيه. كان هيبقى برستيج جامد جدا مع عضويه مجلس الشعب. ومامي ما تقدرش تزعل حبيبة قلبها ابدا. نجاح وباكتساح كمان. مبروك يا مامي، الف 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 مبروك. كده يا جد واخد عليك يا احمد، كده توقعوا قلبي. مبروك يا مامي، كده تعملي كده انت كمان. معلش بقى يا لموس، مقلب صغير كده تعيشي وتاخدي غيرها. رغم النجاح الباهر اللي احنا فيه ده، انما في مشكله عويصه يظهر ملهاش حل. خير يا عم؟ ايه يا جدو؟ انا من صباحيه ربنا وانا واقف على رجلي بخوض المعركه الانتخابيه لحد دلوقتي. نفسي بقى اقعد ارتاح واشرب فنجان قهوه بمزاج. فنجان قهوه بس؟ ده احنا هنعمل عشاء، وعشاء معتبر وجامد قوي كمان. ويكون في علمكم بقى، انا ما كنتش جعان ولا حاجه، انا اكلت تفاصه بس. عشان ما تقولوش كل ما يجي هنا يتعشى. هو بس فنجان القهوه اللي كان اخر مزاج. ماشي يا جدو، بالهنا والشفا. ربنا يهنيكي طول عمرك يا سعاده السفيره. والله يا عم انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مديونه لك بافضال كتيره قوي، واخرها نجاحي النهارده في انتخابات رئاسه الاتحاد. انا ما عملتش حاجه خالص، انا يا دوب وقفت اسلم على الناس، وحضرتك كنت مظبط ومربط كل حاجه، وفي الاخر الاقي نفسي ناجحه وباكتساح كمان. تستاهلي كل خير يا وفاء يا بنتي. مهما عملت معاكي مش هقدر ارد جميل واحد من الجمايل اللي كان باباك الله يرحمه مغرقني بيها لاخر يوم في حياته. الله يرحمه. الو، اهلا يا انكل. طبعا، الله يبارك فيك. موجوده. ثانيه واحده هديها اكلم حضرتك. انكل محمود عايز يبارك لك. ردي عليه، ما ينفعش. الو، اهلا يا محمود بيه. ميرسي قوي، الله يبارك فيك. ما احنا ان شاء الله هنشوف بعض في المجلس، واحنا هنروح من بعض فين. ميرسي جدا جدا، مع السلامه. احمد مع حضرتك. طب يا انكل، تحت امرك. طيب يا حبيبي. لا اوكي ماشي، مع السلامة. موبايلك اهو. كلمة ما كانش ليها لازمة ولا أي داعي، ست غامقة وخنيقة. بالعكس يا بابا، دي ست طيبه جدا ودمها خفيف قوي. طيبة ودمها خفيف؟ منين جبت الكلام ده؟ دي بتكلمني بمنتهى التناكة، دي بتكلمني وكأن مناخيرها في السماء. على ايه ده كله؟ ده انا بقول لها هقابلك قريب في المجلس ان شاء الله. حسيت كده كأنها رافعة حاجبها وبتقول لي احنا هنروح من بعد فين؟ على ايه ده كله؟ يا بابي يا حبيبي، هي بس تلاقيها راجعه من الانتخابات مرهقه وتعبانه، وحضرتك فهمتها غلط. انا مش عايز افهمها خالص. بس قلت لك بس، والله ذوقك. وعد الله، ولا حكايه روميو وجولييت الحقيقيه. اضحك واتريق يا سيما، اضحك. الله، هو مش روميو وجولييت، كانت المشكله قصاد حبهم ان اهاليهم ما كانوش بيطيقوا بعض. طب والعمل؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ والله ما انا عارف، كل مدى والامور بتتعقد ما بينهم اكتر من الاول. لا ولسه كمان هتشعلل على الاخر في مناقشه المجلس لميزانيه الحكومه الشهر اللي جاي، واللي بابا وطنط وفاء هيقفوا فيها قصاد بعض زي الديوك. هو بصراحه المشكله الحقيقيه مش في بابي، المشكله الحقيقيه في طنط وفاء. هي بس لو تليمها حبتين ساعتها بابي هيبقى مقدور عليه. انكل ايه؟ يبقى لك ايه ده اصلا عشان تقول له يا انكل؟ يعني انت بقى يرضيك الكلام ده يا جدو؟ يا مامي، ما هو الراجل ده يبقى بابا صحابنا الانتيم، يعني في مقام بابا. ايه في مقام بابا دي؟ انت اتجننتي؟ باباكي طول عمره راجل محترم وشريف، وسمعته كانت زي الالماس، وعاش ومات عمره ما كان فيه اي شبهات حواليه. حصل خير يا وفاء؟ ما حصلش حاجه. الله، محمود عزت يبقى ابو اصحابه من الانتيم، عايزهم يقولوا له ايه؟
يا ابو حنفي يا ويكا. لا حلوه يا جدو حلوه. ايوه انا عارف انها حلوه. ايوه كده بقى يا جدو، لعلع وقول لها والنبي تخف شويه على محمود بيه لحسن شكلنا بقى وحش قوي قدام مدحت واشرقه. والله انا لا قادر لعلع ولا قادر اصلب طولي. صراحه المجهود اللي عملته النهارده تعبني قوي قوي، ويا دوبك الحق السرير قبل ما يتحرك. للمره الثانيه الف مبروك رئاسه اتحاد الغرف السياحيه يا سياده النائبه. مبروك يا وفاء. الله يبارك فيك يا عبلة. انا اسفه حبيبتي ما قدرتش اجيلكم امبارح واول امبارح بسبب ظروف انتخابات الاتحاد. طمنيني ايه الاخبار؟ للاسف مفيش جديد، اهو قرب يعدي اسبوع ومفيش اتصال خالص. طب والدكتور ايمن وهبه عاملين ايه؟ هبه حابسه نفسها في اوضتها، والداده بتدخل بالاكل وتطلع بيه زي ما هو. والدكتور ايمن صحته نفسيا عامل ايه؟ حالته وحشه قوي، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيخرج، وعايش على المهدئات زي حالاتي بالظبط. وفاء احنا مستنيين حكم مصيري، وانا بصراحه بقى مش متفائله خالص. بقول نعمل العمليه وناخدها من قصرها ونرحم نفسنا بقى من الفضيحه دي. لا يا عبلة ما نتسرعش، نستنى لما الولد يرجع ويقعدوا معاه اهله ونشوف ردهم ايه، مش يمكن يكون خير. الانتظار في الظروف دي صعب قوي يا وفاء، بس ما باليد حيله بقى. مفيش قدامنا غير ان احنا نقعد ننتظر كلمه رحمه من الاستاذ اللي الست سلمته نفسها بحته ورقه ملهاش اي قيمه، ويا ريتها حتى موجوده. ايه الكلام ده يا بابا؟ علاقه وورق وجواز عرفي مره واحده، وكمان حامل، وكمان سرقت الورقه. ايوه ايه؟ دول ناس كدابين عايزين يتبلوا على الولد. اسمع من ابن الاول يا سام هانم لو سمحتي. بابا انا عمري ما كان في بيني وبينها لا ورق ولا جواز ولا اي علاقه من اي نوع، غير يعني انها كانت معجبه بيا وانا دايما كنت بصدها. سمعت بودانك يا رمزي؟ من فضلك قفل بقى على الموضوع ده خالص. اسمع الاول من الاستاذ، ليه بنت ناس زي دي تتهموا بالتهمه الفظيعه دي؟ يا بابا انا قلت لحضرتك كانت معجبه بيا وانا دايما كنت بصدها، وبصراحه يعني لما زودتها معايا قمت مشيتها من البرنامج، فاكيد يعني اتغاظت وحبت تلفق لي التهمه الفظيعه دي. يعني عمرك ما خرجت معاها ولا كان في بينك وبينها علاقه عاطفيه؟ اطلاقا يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا في الاسبوع ده سالت زمايلك وزمايلها في الشغل وكلهم اكدوا لي انكم كنتوا بتخرجوا مع بعض وان كان في علاقه عاطفيه بينكم؟ كدابين يا بابا، واكيد هي اللي مسلطاها. انت بتقول ايه يا رمزي؟ انت كده بتشوشر على ابنك لما تسأل عليه من وراه زمايله. الله، وما تنساش وضعنا ووضع ابنك المذيع المشهور اللي ليه اسمه. لو الخبر ده اتسرب للجرايد هتبقى فضيحه. فضيحه ايه يا سهام اللي بتتكلمي عنها؟ امال البنت واهلها يقولوا ايه؟ بابا البنت دي مش سهله، وكان ليها علاقات كتير قوي خارج نطاق الشغل، وكلها علاقات مهجله، واكيد اتورطت في علاقه منها وعايزه تدبسنا انا في موضوع الجنين والجواز العرفي ده. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انا مش مصدقك، وان الحقيقه اللي بتاكد ادعاء البنت دي باينه على وشك؟ بابا حضرتك انا جاي من السفر مرهق وتعبان وعايز استريح، وحضرتك عندك مطلق الحريه تصدقني او ما تصدقنيش. ما هو انا لو ما صدقتكش يبقى ضميري وواجبي يحتموا عليا ان انا اجبرك انك تتجوز البنت دي جواز رسمي وتعترف بالجنين اللي في بطنها. جرى ايه يا رمزي؟ انت عايز تفركش جوازته من بنت اختي ولا ايه؟ سهام، المفروض انك كنت اعلاميه كبيره، يعني انت من الصفوه اللي بيبنوا قيم الناس وضمايرهم، وانا متاكد انك واثقه ان ابنك عمل الموضوع ده، وانا بصراحه مستغرب على موقفك الغريب. انا موقفي في صف ابني اللي انا واثقه انه بريء، وان الناس دول بيتبلوا عليه. ومن فضلك يا رمزي قفل على الموضوع ده خالص. بابا لو سمحت انا ممكن استاذن حضرتك عشان جاي من السفر مرهق وتعبان وعايز انام. استنى، انا عايز اتكلم معاك كلمتين على انفراد. لا مفيش كلام في الموضوع ده، بعيد عني. اظن من حقي يا سهام هانم ان انا اتكلم مع ابني في موضوع حساس زي ده على انفراد، ومن فضلك اعملي لي فنجان قهوه وهاتولي على المكتب. يلا. تحت امر حضرتك يا بابا.
عادل، انا عايزك تقول لي بكل صراحه ووضوح الكلام اللي انت خجلت تقوله قدام مامتك. بابا انا مفيش حاجه عملتها يعني عشان اخجل ان انا اقولها لحضرتك. عادل، انت ابني الوحيد، كبرت بما فيه الكفايه، يعني متهيألي علاقتنا تبقى علاقه صديق بصديق ومش اب بابنه. بابا حضرتك ليه مش عايز تصدقني؟ لان انا عارفك كويس يا عادل، ملامحك كلها بتقول انك مش صادق معايا، وزي ما قلت لك لما سالت زمايلك وزمايلها اكدوا لي ان كان في بينكم علاقه عاطفيه. بعدين مشوار الغردقه اللي انتوا رحتوه عشان تصوروا مشاهد من البرنامج بتاعك لمده 5 ايام، كتير كنت بتروح لها اوضتها وهي كمان كانت بتروح لك اوضتك. ما حصلش يا بابا، ما حصلش حضرتك. على فكره معلوماتي دي مش من مصدر واحد، دي من كذا مصدر، ولو كان في واحد كذب وهي مسلطاه زي ما بتقول 2 3 4 10 مش هيكذبوا. بابا انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ عايز اوصل لان احميك من نفسك. غلطه وغلطناها نصلحها، وبلاش نجني على البنت المسكينه دي يا ابني. بابا حضرتك انا بحب منى بنت خالتي اللي حضرتك وباباها حددتوا ميعاد خطوبتنا كمان كام اسبوع، وما اظنش ان انا هتجوز حد غيرها. وضميرك والبنت اللي اتجوزتها عرفي، ولما عرفت انها حامل سرقت ورقه الجواز العرفي واتنكرت لها. مصيرها ايه هي والجنين اللي في بطنها؟ بابا انا مصر اني بريء من التهمه دي، وان اللي كان في بيني وبين البنت دي لا ورق ولا جواز عرفي ولا اي علاقه من اي نوع. وإذا قلت لك يا ست المذيع المشهور إن الموضوع ده في منتهى الخطورة على مستقبلك وعلى سمعتي كصحفي ليا مكانتي، وعلى مامتك كإعلامية بارزة وليها مكانتها. مش فاهم حضرتك. أنت عارف إن البنت باباها ومامتها دكاترة كبار وليهم أسمائهم وضعهم في المجتمع. صديقة مامتها عضوة مجلس الشعب وفاء المصري. الناس دي لو اتقدمت للنيابة ببلاغ هتبقى قضية إثبات نسب وإثبات زواج عرفي. ساعتها بقى الجرايد والقنوات الفضائية هتهلل، وهتبقى قضية فضيحة وهتفقد مصداقيتك عند الناس. وبدل ما كان القبول والمصداقية هيبقى الرفض والاستنكار. ساعتها كمان جوازتك من بنت خالتك هتتفركش، وانا وامك هنفقد مصداقيتنا اللي قعدنا سنين طويله نبني فيها. وانت عارف ان المصداقيه عند الناس هي ثروتنا الحقيقيه. ما هي زي ما هتكون فضيحه بالنسبه لنا يا بابا هتبقى فضيحه بالنسبه لهم، ويمكن اكتر كمان. ما اظنش ان هم هيلجأوا للحل ده ابدا. واضح انك تعبان ومرهق من السفر، صح؟ ايوه حضرتك يا بابا. عموما انا واثق ان جواك ضمير حي، يمكن عليه شويه تراب او صدى، لكن لسه ما ماتش. عشان كده لما تدخل سريرك ما اعتقدش انك هتنام بسهوله. عن اذن حضرتك يا بابا. عادل، على فكره الكلام بينا في الموضوع ده لسه ما كملش، وانا من واجبي كأب هفضل ورا الموضوع ده لحد ما اجيب قراره. تصبح على خير حضرتك. وانت من اهلك. رمزي، ممكن تخرج نفسك من الموضوع ده خالص عشان تريح نفسك وتريحني وتريح ابنك، وسيبني انا اتصرف. انا هقدر اوقفهم عند حدهم. سهام، انا مره قلت لك حاجه او توقعت توقع وطلع غلط؟ بصراحه لا. طب خدي المعلومه دي عندك واحفظيها في عقلك، ومسير الايام تثبت لك انها صح. لغايه دلوقتي بنسبه 95% ابنك كذاب، وفعلا عمل الحكايه دي.
والتاني مرة بقولك حتى لو ابني مش بريء وكلامهم هما وبنتهم صح، يبقى الغلط عليها هي أكتر منه 1000 مرة، ودي مصيبتهم يتصرفوا فيها بعيد عننا. عموما لما اتاكد 100%. قول يا باشا بعد ما تكبسك الكبسه دي تديها صوتك في الانتخابات. تقول ايه يا باب؟ لا اصل غلاب، وعلى رأي المثل العشرة ما تهونش الا على ابن الحرام. بس بذمتك كده يا باشا، اول ما عينيك جت في عينيها وايديك لمست ايديها ما حنتش للذي مضى والذي كان؟ ترولي يا باب بصراحة حن، بالذات ان هي محلوية على الاخر، عاملة كده زي نجمات السينما. اللي زي دي يا باشا الروقان والفلوس والعز اللي هي فيه بيصغرها، مهما تمر عليها السنين بتبقى زي الورد يا باشا، ما تتبلش ابدا. سنين ايه يا بني ادم؟ هي كلها 2.5 من يوم ما انفصلنا. طب بقول لك يا باشا بذمتك ما نفسكش في اللي كان وتدوق تاني طعم الحنان؟ باب ريلي نفسي، بس عشان عارف انه مستحيل. كافي خيري شري. على العموم يعني انا مقضيها كل ما تهف عليا فرجة عليها في السينما. ده كل ما تيجي سيرتها السينما ما تقول لي فين يا باشا، اقطع انا واروح اتفرج انا يا باشا عليها. نو باب، السينما دي ما ينفعش تتفرج عليها. في صحتك وصحة beautiful memories، احلى ذكريات. لا مؤاخذة يا باشا، تليفون من بره. جو. الو. ايوه يا باشا. يا سيدي تكلم من بره. ها؟ ايه الاخبار؟ الله 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 الله، ايه الحلاوه والقشطه دي؟ ده جميل جدا. ايوه قاعد جنبي اهو. طب بقول لك ايه، ممكن تديني نص ساعه وتكلمني تاني نكون بس شفنا الترتيبات؟ طيب هستناك. مع الف سلامه. مع السلامه. باب خير خير خير. ده خير بالجامد قوي يا سعاده الباشا. منصور الجبيلي بيتكلم من باريس، من بغيه. الحته وصلت بالسلامه لبغيه. اوه لافلي. الراجل منصور الجبيلي ده شغله 100، راجل مريح قوي. طب يا باشا دلوقتي عايزين نعرف احنا يعني الترتيبات ان شاء الله هتكون ايه، عشان لما يكلمني ابقى انا عارف احنا هنعمل ايه بالظبط يا سعاده الباشا. الصبح هتحجز لي على طيارة باريس بتاعت بعد بكرة، لما اوصل بلغه هكلمه. باشا ما تنساش انك انت موعدني ان انا في العملية دي ليا 50,000 اخضر. يس باب يس اي نو، 50,000 اخضر ده مني، وهتلهف برضه 50,000 تانيين منه، يبقى 50 زائد 50. لا 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 ما تحسبهاش يا باشا. بلاش نقة باشا عشان خاطري. حلال عليك يا باب، انا عايزك الايام اللي جايه دي تركز معايا قوي في شغل الاثار ده. سوق اوروبا وامريكا مولع، وانا مش عارف القوانين هتستجد وحالنا يقف بقى ولا ايه؟ يا باشا حالنا يقف ازاي؟ بعد الشر يا باشا، عمرها ما هتحصل. شوف يا باشا، طول ما انت من اهو هنا من هنا ابيض وانت ابيض الحمد لله، على كل اسود باذن الله. الو. ايوه استاذ رمزي. اوكي تحت امرك. مع السلامه. الحقيقه يا مدام وفاء انا اسف جدا ان انا عطلت حضرتك باتصالي بيك في التليفون. اطلاقا يا رمزي بيه، ده احنا كنا مستنيين مكالمه حضرتك على احر من الجمر. والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. عادل قعدت معاه انا ومامته، وبعدين قعدت معاه انا وهو لوحدنا، ومصر ان ما كانش فيه اي علاقه بينه وبين هبه غير علاقتهم في الشغل في البرنامج. هو ده نفس الكلام اللي قاله لنا لما قابلته انا والدكتوره عبله مامة هبه قبل سفره، بس الحقيقه يعني انا اسفه اقول لحضرتك اني حسيت انه بيكذب، بيلاوع، عايز يتهرب من المسؤوليه. وده اللي خلاني اتصل بحضرتك، ان عادل ابني وانا عارفه كويس، واعرف امتى بيكون صادق وامتى بيكذب وبيلاوع.
والحقيقه انا من غير ما يحس انا عرفت من زمايله وسالتهم، كل اللي قالوه انه فعلا كان في علاقه بينهم، بس وصلت لاي مدى ما يعرفوش. يعني حضرتك اقرب لتصديق كلامنا وكلام هبه عن تصديق كلام ابنك الاستاذ عادل. ايوه بس مش بنسبه 100%. ما هو يا رمزي بيه مفيش حاجه في الحياه اصلا قابله للتصديق 100% الا العقائد بس. ايوه بس في الموضوع ده بالذات لازم ابقى متاكد 100%. ما تنسيش كمان ان عادل ابن الوحيد ماريا فتحته على بنت خالته، وحاجه زي كده هتقلب كل الموازين. عادل النهارده 30 سنه، يعني نضج بما فيه الكفايه. ما اقدرش ارغمه على اي حاجه ضد رغبته وارادته. معنى كده ان حضرتك لو بقيت متاكد 100% انه متورط في موضوع هبه هيبقى ليك موقف تاني. لا انا ما قلتش كده. انا قلت ان انا ما اقدرش ارغمه على حاجه ضد رغبته وارادته. وبعدين انا مستعد اقف معاكم واحاول معاه محاولات مستميته لغايه لما صح ضميره واعرف منه الحقيقه. عشان كده انا عايز حضرتك تسالي هبه، بما انها بتقول ان في عقد جواز عرفي، مين المحامي اللي كتب العقد ده ومين الشهود واساميهم ايه؟ فعلا دي ادله مهمه جدا كانت تايهه عن تفكيرنا خالص. وانا بعد كده هتصل بالمحامي ده وبالشهود وهعرف منهم الحقيقه كامله. وفي الحاله دي حضرتك ربنا يقدرني واقدر افوق عادل واصح ضميره واعرف الحقيقه كامله، حتى لو اضطريت ان استعمل منتهى القسوه معاه ومع امي. انا بحيي ضمير حضرتك، وانا دلوقتي على طول هروح اقابل الدكتور ايمن والدكتوره عبله ونقعد مع هبه نتكلم معاها ونفهم منها كل التفاصيل وهبلغها لحضرتك. بس يا ريت حضرتك تقدر توصل للحقيقه بسرعه لان البنت حامل، يعني الوقت مش في مصلحتنا خالص. لا، احنا ما عملناش عقد الجواز العرفي عند محامي. امال عملتوه فين؟ هو جاب صيغه عقد الجواز العرفي من واحد صاحبه محامي وملينا النسختين، هو خد واحده واداني التانيه. كده من غير لا محامي ولا شهود؟ لا، كان في 2 شهود وقلت له قدامهم زوجتك نفسي، وهو قال لي زوجتك نفسي، وشهدوا على الجواز ومضوا كمان على العقد. جميل. مين بقى ال2 شهود دول؟ 2 صحابه، واحد اسمه شوقي عبد السلام فرغلي، وواحد اسمه محمد عبد المعز اسماعيل. طب تعرفي بيشتغلوا فين؟ تليفوناتهم، عناوينهم، اي معلومات عنهم؟ لا، ما شفتهمش من يوميها. طيب تفتكري لو الاستاذ رمزي والد عادل عارفهم ممكن يقولوا له الحقيقه؟ او لو مثلا طلبوهم للشهاده في المحكمه في النيابه ممكن يقولوا الحق؟ ما افتكرش، كان واضح من كلامه معاهم ان هم اصحابه الانتيم، واشك ان هم يشهدوا ضده. انت عارفه ان ده جواز باطل بكل المقاييس، يعني لا ولي امر لانك كنت لسه بكر ولا شهود عدل يشهدوا بالحق ولا نيه الاستمرار عنده موجوده ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص غير حته ورقه عملتوها عشان تبقى ستار اخلاقي ليكوا قدام بعض، وستار مهلهل مزيف مش متوفر فيه اركان الجواز خالص. يا طنطا ارجوكي ما تزوديش همي، انا عارفه اني غلطت والله العظيم ما فارق معايا روحي، انا صعبان عليا اهلي. انت لو فكرتي في نفسك شويه ولا في اهلك ما كنتيش عملتي في روحك وفي يوم كده خالص. اتفضلي اقعدي على المكتب اكتبي لي اسماء ال2 شهود دول، ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا ريتك كنت فكرتي شويه قبل ما تعملي عمليتك السودة دي وترجعي تندمي زي غيرك. رياكشن حضرتك بيقول انك تعرف اسماء ال2 دول. ايوه طبعا اعرفهم، دول من اعز اصدقاء عادل، وبيني وبين اهلهم علاقه عائليه. يبقى ان شاء الله في خلال ايام هوصل للحقيقه وربنا يقدرني على عادل وامه.
لسه قافله مع سلوى اختي دلوقتي، قالت لي حجزوا اكبر قاعه في احسن اوتيل في مصر، وابتدوا يعزموا الناس، عازمين مسؤولين كبار ونجوم في المجتمع، وانت وانا وابنك مش شويه، لازم نعزم نجوم في الاعلام، في الصحافه، في الفن، واللي انت تعرفه وانا اعرفهم من الوزراء والمسؤولين. سهام، احنا مش قلنا نأجل الموضوع ده لغاية لما نعرف حقيقة حكاية ابنك مع البنت اللي اسمها هبة؟ حكايه ايه وهبه ايه؟ اذا كان ابنك اكد لك ان الموضوع ده ملوش اساس من الصح، انسى الموضوع ده يا رمزي. خلينا نفرح بابننا اللي جالنا بعد سنين طويله واحنا محرومين من الخلفه. أنا لا يمكن أنسى الموضوع ده إلا بعد ما أتأكد فعلا إن عادل مش متورط فيه. وعادل اكد لك ان هو مش متورط فعلا. جوايا إحساس إن ابنك كذاب، وإنه فعلا متورط في الموضوع ده لشوشته. كذاب ولا صادق، المصيبه مصيبتهم هما، يتصرفوا فيها بعيد عننا. ولا انت عايز ايه يا سي رمزي؟ عايز أحمي ابنك من نفسه وأنقذ البنت الغلبانة المسكينة اللي غرر بيها وضيع مستقبلها. ده كمان في جنين، يعني ممكن يبقى حفيدي أو حفيدك. ما تجننيش يا رمزي وتفور دمي وليمها بقى. أنا شخصيا هلايمها، بس قسما بالله العظيم يا سهام، لو طلع ابنك متورط في الموضوع ده مش هيبقى في قدامنا ولا قدامه إلا حل واحد، إنه يصلح غلطته، حتى لو كان ده رغم عن إرادته وإرادة اللي خلفوه. عمو، انا حضرتك ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص، وبجد ما عنديش اي فكره عنه. شوقي يا ابني، أنا عارف إنك صديق عادل وصديق طفولته من زمان، عارف كمان إن الصاحب له عند صاحبه حاجات كتيرة قوي، بس اللي ما تعرفوش بقى إن أهم الحاجات دي إن الصاحب يحافظ على صاحبه حتى من نفسه. عادل دلوقتي مذيع وإعلامي ناجح ومشهور، أنت كمان مهندس وناجح، مش معقول بعد السن ده تكذب وتخالف ضميرك وتكتم الشهادة. اكذب؟ انا قلت لحضرتك بجد كل اللي عندي، وفعلا انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص. طب وإيه رأيك بقى إن صاحبكم محمد عبد المعز اعترف لي إنك أنت وهو مضيتوا على عقد الجواز العرفي بين عادل وهبة؟ ها؟ يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. مش عشان بتحب صاحبك تكذب، تخالف ضميرك وتغضب ربنا وتخسر نفسك. حضرتك قبل ما تقول أي حاجة، لعلمك أنا كنت قاعد مع صاحبكم شوقي من ساعتين واعترف لي بكل حاجة، حتى بالأمارة هو ماضي شاهد تاني وأنت ماضي شاهد أول. حصل حضرتك يا ممكن. دول كدابين يا بابا، وانا اصلا متخانق مع شوقي ومحمد عبد المعز ومقاطعهم. عيب قوي لما واحد في سنك وفي وضعك يلجأ للكذب والملاوعة عشان يداري على خطأه. انا مش كداب يا بابا. كداب و60 كداب. فوق كده مفيش جواك ولا ذرة ضمير، ولازم بسرعة تتدارك كذبك وتستر على البنت اللي غررت بيها. قصدك ايه يا رمزي؟ قصدي انت فاهمها كويس قوي يا هانم، وابنك كمان فاهمه. البنت حامل من ابنك، ولازم بسرعة ابنك يتجوزها جواز رسمي ويعترف بالجنين اللي في بطنها. ده على جثتي، ابني مش هيتجوز الا بنت خالته. ايه رأيك يا استاذ؟ انا وعمامه في كل كلمه قالتها حضرتك يا بابا، واستحاله ادي اسمي وشرفي وسمعتي لواحده سلمت لي نفسها بحته ورق عرفي لا راحت ولا جت. انا هعتبر ده اعتراف منك. انا ما اعترفتش يا بابا، وانا مصر ان ما كانش في بيني وبين البنت دي اي علاقه. يا ابني انت بتقضي على البنت وعلى مستقبلها وعلى كيان اسره باكملها. هي بانحرافها قضت على نفسها وعلى كل اللي حواليها. طيب، يكون في علمكم بقى ان البنت واهلها مش هيسكتوا، وانا متاكد ان هم لما يلاقوا ان الاستاذ ضميره مصحيش هيلجأوا للنيابه والقضاء. انت عارف واكيد هم عارفين ان القضاء ما بيعترفش بالجواز العرفي. ما تنسيش ان البنت عندها شهود،
واكيد الشهود دول هيشهدوا في صفها. وانا متاكد ان القضاء بيعترف بالجواز العرفي في حاله اثبات النسب، وزي ما حصل في القضيه المشهوره اللي كانت مصر كلها متابعاها، ان المحكمه في مرحله من مراحل التقاضي امرت باجراء تحليل الدي ان ايه، واذا حضرتك رفضت التحليل او التحليل طلع مطابق، المحكمه هتحكم باثبات النسب. ساعتها بقى ده هيبقى منشتات في الصحف والتوك شو والقنوات الفضائيه، وهتبقى خسايرك وخسايرنا كبيره قوي يا عادل. بابا انا قلت لحضرتك قبل كده ان هم عمرهم ما هيلجأوا لحل زي ده، لان حضرتك ما تنساش ان هم اصولهم صعيديه، وموضوع زي ده هيبقى عار وفضيحه بالنسبه لهم. طيب يا عادل، بما انك بتقول ان اصولهم صعيديه، حضرتك يا هانم مش خايف على ابنك ان هم في لحظه يأس وتهور يعملوا فيه حاجه؟ ده انا كنت انسفهم ناس. صدقيني ساعتها مش هتقدري تعملي حاجه، ولا هتقدري تحمي ابنك منهم. بابا انا شايف ان حضرتك مهول الموضوع ومديله اكبر من حجمه، ومع اني مصر اني بريء من التهمه دي، فانا شايف يعني ان هم لما هيغلبوا مننا هياخدوا بنتهم على اي دكتور يعمل لها عمليه اجهاض ويرجعها بنت زي ما كانت. كنتش اتصور ان ابني بالندالة دي. طب بص يا ابني، انا عندي اقتراح، ممكن تتجوزها شهرين 3 حتى شهر واحد، وتعترف بالجنين اللي في بطنها، وبعد كده بقى طلقها واعمل اللي انت عايزه. قلت ايه يا ابني؟ ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش، لاني ساعتها هخسر مشروع جوازي من منى بنت خالتي. خسارة. ما كنتش متصور ان ابني توصل بيه الندالة والدونية لكده. طيب عموما طالما انا مش قادر اجبرك على تصحيح خطأك بالعنف معاك، واعتراضا مني على كلام الست والدتك، انا هطلع دلوقتي الم هدومي واسيب البيت واروح اقعد في اي اوتيل. لما ضمايركم تصحى وتفوقوا انتوا عارفين هتوصلوا لي ازاي، بس ارجو ان ده ما يكونش بعد فوات الاوان. انت بتقول ايه؟ خطوبة ابنك الوحيد كمان اسبوعين، وانت عايز تسيب البيت وتمشي عشان موضوع تافه زي ده؟ ابني الوحيد للاسف ما عرفتش اربيه واعمل منه راجل، وصدمتي فيه وفيكي يا شريكة العمر ملهاش حدود. طب والحل ايه يا استاذ رمزي؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا وفاء هانم. الولد ومامته راكبين دماغهم على الاخر. انا شخصيا استنفذت معاهم كل الطرق الوديه لدرجه ان انا سبت البيت وقعدت في اوتيل، يمكن دي تكون وسيله للضغط عليهم. طب ولو فضلوا مصممين على رفضهم هيبقى ايه الحل؟ في الحاله دي انا شايف ان الدكتور ايمن والدكتوره عبله وبنتهم هبه يلجأوا للقضاء، وانا شخصيا هشهد معاهم. معايا الاتنين شهود اللي شهدوا على عقد الجواز العرفي، يمكن الحكايه دي تنفع. ده كلام فارغ. يعني ايه مقتنع ومش قادر يقنع ابنه برأيه؟ ما هو الولد مش صغير يا عبلة، يعني ابوه ما يقدرش يفرض عليه حاجه تكون ضد ارادته. الام كمان متشدده جدا، بتهيألي كده انها مش هترضى ان ابنها يتجوز اي حد غير بنت اختها. وبنتنا ومستقبلها اللي ضاع والمصيبه اللي في بطنها. انا متهيألي كده ما بقاش قدامنا غير المحكمه، نرفع قضيه اثبات نسب. لا محكمة لا، دي فضيحة أنا مش قدها. هيبقى موت وخراب ديار، وسمعتي وسمعة أهلي وشغلي وشغل الدكتورة. لا لا لا، وكمان سمعة بنتي، ده غير كلام الناس اللي ما بيرحمش. يبقى مفيش قدامنا غير انها تعمل عمليه اجهاض، هي اللي جابته بنفسها، وهي ونصيبها بقى. طب نستنى يا جماعه كمان اسبوع، يمكن محاولات الاستاذ رمزي مع ابنه عادل ومامته تجيب نتيجه. نستنى، أيوة نستنى، يمكن ربنا يكرمنا وما نحرضش بنتنا للخطر. أنا شخصيا مع وجهة نظر الدكتورة عبلة، لأن واضح إن الأستاذ رمزي مالوش كلمة نافذة على ابنه، ولو فضلنا نطرح الحكاية كده أسبوع ورا أسبوع هتزداد تعقيد.
مفيش قدامنا غير عمليه الاجهاض، دي افضل حل. ايوه بس برضو عمليه الاجهاض دي مش سهله يا عم، دي ممكن يبقى فيها خطوره على حياه البنت. مهما كانت خطوره العمليه مش هتبقى اخطر من اللي هما فيه دلوقتي واللي هيكونوا فيه بعدين. ما افتكرش يعني انهم حمل فضايح عشان يلجأوا للقضاء. عموما انا نصحتهم يستنوا بقيه الاسبوع ده، ربنا يستر بقى. طيب نسيبنا بقى من هبه دلوقتي ونتكلم في الشغل. هو موضوع خاص بإيمان بنتي. تحت امرك يا عم. الواد الهباب اللي اسمه مصطفى جوزها بفكر يعني انقله هنا عندنا في الإدارة أو يمسك مدير الأوتيل في القاهرة. بيتهيألي حضرتك مش محتاج تستأذني في موضوع زي ده، بتأشيرة صغيرة منك تقدر تنقله فورا من شرم لأوتيل القاهرة أو للإدارة. زي بس يا دكتور لازم آخد موافقتك. حاسة كده إن في حاجة في الموضوع ده حضرتك عايز تفضفض معايا فيها. اتفضل. شكرا. هو في فعلا موضوع محتار فيه، حاططني في مزنق ومش عارف اعمل ايه. خير يا عم. وصلتني اخبار انه بسلامته داخل في علاقه غراميه مع واحده فرنسويه عندها نادي غطس وقريه في شرم. معقول مصطفى يعمل كده؟ معقول ونص كمان. انت سمعتي الاغنيه طبعا بتاع عبد الوهاب اللي بيقول فيها انا مضيع في الاوهام عمره؟ اهو ده تشخيص لحاله مصطفى بالظبط. من اول ما تقدم لايمان ولما قعدت معاه لقيته بيحلم بالثروه اللي هتنزل عليه فجاه كده من غير اي تعب. الست الفرنسويه بقى اللي هو على علاقه غراميه بيها مالتي مليونيره، وده هيخليه يصدق ان احلامه خلاص قربت تتحقق. طب مش يمكن الاخبار اللي وصلتك دي غلط ومجرد اشاعات؟ اصل برضو مش معقول يعني ايه اللي يخلي الست الغنيه قوي دي واللي عندها كل حاجه بالشكل ده تبص لواحد زي مصطفى على قد حاله متجوز وعنده عيال؟ اصل اللي فاتني اقولهولك ان الست الفرنسويه دي فوق ال80 سنه. فلما تبص تلاقي واحد قد مصطفى مغرها حنيه ومشاعر وحب حتى ولو بالاونطه. طبعا فرصه كبيره بالنسبه لها هتمسك فيها بايديها واسنانها. حضرتك قلت لايمان الكلام ده او لمحت لها؟ اقول لها ازاي بس؟ دي تقع ساكته، ولا قلت لها ولا لمحت لها. مش عارف اعمل ايه مع الواد الغبي ده. لازم تاخد القرار فورا، تنقله من شرم للقاهره. خلاص انا هبلغه بالخبر ده وان شاء الله خير. اهو نبعده عن امنا الغوله دي. متهيألي كده لو عملتها وقفت قدام ماما وقلت لها عاوزه اتجوز بنت محمود عزت مش قليل تخبطك في الحيطه تفلالك دماغك ومستحيل انها توافق. بس انا بحب شوشه وهي بتحبني، والمفروض بقى ان ماما تقدر حبنا لبعض وتنسى موضوع كراهيتها وخلافاتها مع انكل محمود اللي ملهاش اي لازمه دي. يا ابني ما انت عارف مامي دي ست دغري، وانكل محمود ده بقى زي ما كل الناس بتقول والشبهات وكلام الجرايد. ايوه بس شوشه كويسه وانا بحبها وهي بتحبني، ومش متخيل نفسي ان انا اتجوز حد غيرها. طب خلاص مفيش غير بقى انك تختار الوقت المناسب اللي تفتح فيه ماما بالموضوع. طب بقول لك ايه، يعني ممكن كده تبقي تلمحي لها من بعيد لبعيد قبل ما نقول لها اي حاجه؟ لمح لها. طب انا عندي فكره عبقريه. خير يا عبقرينو. انت تركب دقن وتجيب سيف كبير قد كده اهو وتخطفها على حصان ابيض جميل وتتجوزه وتحط مامي وانكل محمود قدام الامر الواقع. انا الحق عليا اني اتكلمت معاكي، احنا هنهزر يا لميس. خلاص يا سيدي بالراحه عليا وليك عليا، انا هبدا المح لمامي بالموضوع وربنا يستر بقى. السلام عليكم ورحمه الله. اللي مصحي العفاريت دول لغايه دلوقتي وانا مش ليه؟ ما حضرتك عارف انهم اجازه وقعدوا يتحايلوا عليا عشان يستنوا باباهم لما يرجع. بسلامته يرجع في طياره الساعه كام؟ هو المفروض كان يرجع في طياره 10:15 بس لسه قافل معايا وقال لي انه عنده دوشه شغل ومش هيقدر ينزل.
قال يعني هينزل كمان اسبوع 10 ايام كده. لا خلاص بقى، لا عاد في اسبوع ولا 10 ايام، عشان خاطر حبايبي الحلوين دول يفضل قاعد على طول، لا عاد في سفر ولا شرم ولا حاجه ابدا. ماما بابا مش هيسافر تاني؟ لا يا حبيبي، بابي مش هيسافر تاني. بابي مش هيسافر تاني عشان يكون عمل حاجة تاني وبابا رفضه زي المرة اللي فاتت. لا طمني، المرة دي ماشي زي الألف، كلنا مبسوطين منه. بكرة ولا بعده إن شاء الله لما يرجع هيبقى قدامه حاجة من اتنين، يا يمسك مدير أوتيل القاهرة يا يمسك منصب مش بطال في إدارة المجموعة وبنفس المرتب، عشان يتلم شملكوا بقى. مش معقولة انت عايزاه يفضل بعيد عنك كده ما تشوفوش انت والولاد إلا مرة في الشهر؟ ربنا يخليك ليا أحلى أب في الدنيا. قولي لي يا إيمان، بتحبيه يا بنتي؟ طبعا يا بابا، مش جوزي وأبو أولادي. طب أنا عايز أقول لك كلام بس تركزي معايا وتفهميه وتستوعبيه كويس. الحمد لله. ممكن طبعا يا بابا، اتفضل حضرتك. مصطفى جوزك وأبو ولادك واللي أنت بتحبيه زي ما قلتيلي، عايزين نعمل منه بقى إنسان كويس وناجح. مش فاهمة قصد حضرتك إيه؟ الراجل لما بيكون سعيد في بيته بيعمل المستحيل عشان يسعد أسرته. فاكرة طبعا مامتك الله يرحمها كانت بتعمل إيه؟ عشان كده ما كنتش شايف ست غيرها في الدنيا كلها. ومصطفى يعرف واحدة غيري يا بابا؟ أنا ما قلتش كده يا مان. اللي أنا شايفه إن مصطفى كزوج مخلص ليكي جدا، لكن شايفك أنت اللي مقصرة في حقه كتير قوي. مقصرة إزاي يعني؟ جوزك شغال في مجال السياحة، واللي بيشتغل في مجال السياحة ده ياما ستات أشكال والوان بتورد عليه. أي زوجة بقى تبقى مرعوبة إنه جوزها يضيع منها، بس الست ذكية هي اللي تخلي جوزها ما يشوفش واحدة غيرها. كلام حضرتك ده بقى قلقني جدا. الله، أنا مش عايز مخك يروح لبعيد، خليك معايا وركزي بقى. شوفي، من هنا ورايح عايزك تخففي من مسؤوليات الولاد والبيت وترميها على الشغالة. عايزك تتفرغي لجوزك، تعيشيه في جو رومانسي، يعني في يوم تخرجوا تتفسحوا، في يوم تاني توديه سينما، يوم تالت تتعشوا بره. عايزك تملي عليه حياته بحيث انه ما يشوفش واحدة غيرك او يفكر في واحدة غيرك ابدا. طب ممكن حضرتك توضح اكتر وتفهمني ايه الحكاية؟ بعدين معاك يا ايمان. لا، كل اللي عايزه يا بنتي ان اشوفك سعيدة في حياتك وجوزك كمان سعيد معاكي. عايزك تملي عليه حياته. مش معنى ان انا بقول كده يعني اني لا سمح الله سمعت حاجة تزعل عن مصطفى، لا ابدا. اللي خلاني اقول كده ان في مدير فندق في الغردقة شاف واحدة فرنسوية زغللت عينيه، اتجوزها وطلق مراته ورمى 4 ولاد. قلقت بقى لحسن حاجة زي دي تحصل لمصطفى، قلت اجيبه هنا بقى يشتغل في مصر عشان الم شملكم بدل البحضرة اللي انتوا فيها دي. يعني حضرتك ما سمعتش عن مصطفى حاجة كده ولا كده وعشان كده بتقولي الكلام ده؟ انا لا شفت ولا سمعت، وانا بصراحة غلطان بقى اني بتعب نفسي عشان واحدة غبية زيك. خلاص يا بابا بقى حقك عليا. مهم تكوني استوعبت الكلام اللي انا قلته وفهمتيه كويس. استوعبته وفهمته يا احلى اب في الدنيا. ايه؟ كويس انك جيت يا جد عشان توم اند جيري جاي بعد كارت على طول. توم اند جيري ايه؟ انتوا هتدخلوا تناموا فورا. معلش يا امان عشان خاطري، ربع ساعة بس نتفرج على الحلقة وانا يا ست هجيبهم وانيمهم واغطيهم كمان. ماشي يا سي بابا، بس مش اكتر من ربع ساعة عشان خاطري. ماشي. برافو عليك يا جد. ايه رأيكم بقى؟ فهموني
الحلقه انتهت ازاي المره اللي فاتت عشان ابقى معاكم في الحلقه الجديده. الو. ايوه يا عبلة، صباح الخير. انا كنت لابسه ونازله دلوقتي رايحه المجلس وبعدين هطلع المكتب. ايه بتقولي ايه؟ مصيبة مصيبة يا وفاء، مصيبة. صحينا من النوم ما لقيناش هنا في البيت. احنا كلنا مرعوبين تكون عملت في نفسها حاجة. طب انا نازله جايه لكم حالا، ما تقلقوش ان شاء الله خير. صباح الخير يا ولاد، انا نازله. طب حلو ليه يا مامي؟ ايه ده؟ نازله كده ولابسه وخارجه من غير حتى ما تفطري؟ معلش يا حبيبتي مستعجله قوي. الدكتور قال من جوز طنطك عبله تعبان، لازم اروح لهم حالا. طب تحب اجي معاك يا ماما؟ لا يا حبيبي، انت كمل فطارك وروح على مكتبك، وانا لو احتجتك هكلمك على الموبايل. سلام. في ايه يا عبله؟ ايه اللي حصل؟ هبه ضاعت مني يا وفاء. فهميني يا بنتي، ايه اللي حصل؟ صحينا من النوم الصبح ما لقيناهاش، اكيد عملت في نفسها حاجه. يا حبيبتي ولا ضاعت ولا ممكن تعمل في نفسها حاجه، ممكن تكون بس من خنقه البيت قالت تخرج تشوف اي واحده صاحبتها. سالنا كل صاحباتها، لا اتصلت بيهم ولا راحت لهم. حتى الموبايل بتاعها سابته في البيت. يا جماعه انتوا في حد فتح لها الموضوع؟ في حد زعلها انبها؟ لا، محدش قال لها اي حاجه، محدش ضايقها باي كلمه يا وفاء. طب اهدي بس يا عبله، ما احنا عايزين نفكر بهدوء. بنتي يا وفاء، بنتي اكيد عملت في نفسها حاجه. ايوه، انت واقف ليه؟ روح دور على بنتنا، روح دور عليها قبل ما تموت نفسها. هدور عليها ولا فين بس يا عبله؟ استرها معانا يا رب. استر يا رب. قولي لي يا دادا، امبارح بالليل ما قالتلكيش اي حاجه؟ ما شفتيش عليها اي حاجه؟ ابدا. ايه، هي زي كل يوم قاعده على سريرها والدمع ما بتفرقش عينيها والحزن كله في قلبها. حول ولا قوه الا بالله. طب يعني هتكون راحت فين بس؟ حبيبتي يا هبه، يا حبيبه مامي، يا قلبي يا قلبي، عملتي في نفسك ايه يا حبيبتي؟ اقسم بالله لو بنتي جرى لها حاجه ما هتكفيني يا عادل يا رمزي، انت واهلك كلهم. اهدى بس يا دكتور وان شاء الله هتطلع سليمه، مفيش حاجه. يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رحيم، قلت بينا يا رب، قلت بينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني اسمع الكلام، أنت ليه غاوي تتعبني يا مصطفى؟ اللي بقول لك عليه تسمعه يا أخي. تاخد طيارة آخر النهار بكرة، فهمت؟ طيارة آخر النهار. عايز بكرة أخش مكتبة ألاقيك مستنيني فيه. فهمت ولا أقول لك تاني؟ مع السلامة. استغفر الله العظيم، يخرب بيت ذوقك يا ايمان، قلتلك بلاش تتجوزيه. الو، انا يا دكتوره وفاء. ايوه انا موجود في مكتبي. نعم؟ طيب خلاص، مسافه السكه. ايوه انا عارف البيت، حالا اكون عندك. مع السلامه. تعالي لي بسرعة. أوامر حضرتك يا دكتور. هدى أنا نازل مشوار مهم يمكن أتأخر فيه. الغي كل مواعيد النهاردة. خلي مديرة مكتب الهانم تلغي مواعيدها برضه. مفهوم؟ اتصلنا بكل اصحابها ومعارفها، ما سيبناش حد. كلهم بيقولوا لا اتصلت بحد ولا راحت لحد. انا حاسه ان انا بنتي في خطر، قلبي حاسس انها في خطر يا وفاء. طمني يا دكتورة،
شاء الله سليمة. دكتور، احنا ما فيش قدامنا دلوقتي غير السؤال عليها في المستشفيات وأقسام البوليس. يا ساتر يا بابا، يا ساتر يا ساتر. هبة 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 انت كويسه حبيبتي؟ كنت فين يا هبه؟ مش وقته، مش وقته يا ايمن. حبيبتي يا بنتي، انا اسفه يا مامي. يا حبيبتي قولي لبابي انا اسفه. يا حبيبتي بس كان لازم اعمل كده. يا حبيبتي يا بنتي، والنبي ما تزعلوا مني يا حبيبتي، ما تزعلوش مني. الحمد لله انك بخير يا حبيبتي، الحمد لله. بنتي مالك؟ الحمد لله. هبه فيها ايه؟ خلاص يا مامي، ما بقاش في حمل ولا بقى في فضايح. قولي لبابي سامحني، وانت كمان سامحني يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي. ادي نفسك يا دكتور. يا رب سترك، يا رب في ايه؟ في ايه؟ الحقني مالك؟